السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوال طيبة. قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا القناة بالاشتراك ودعم القناة عن طريق الإعجاب والتعليق على الفيديو، وشكرا لكم. تصدر المنتخب الوطني المغربي قائمة أغلى المنتخبات الإفريقية المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا 2025 التي ستجرى في المغرب، وذلك بعد انتهاء التصفيات. ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن قيمة أسود الأطلس الحالية تبلغ 361 مليون أورو، مع وجود 6 لاعبين تتجاوز قيمتهم التسويقية 20 مليون أورو. أبرزهم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ثاني أغلب لاعب في القارة، ونصر المزراوي لاعب بايرن ميونخ، وإبراهيم دياز المحترف في ريال مدريد. وتعتبر القيمة التسويقية للمنتخب المغربي مرشحة للارتفاع أكثر إذا حقق إنجازا جديدا في الكان المقبل، خاصة مع وجود لاعبين شابين مثل إلياس بن صغير نجم موناكو البلغ من العمر 19 سنة، والذي شهدت قيمته التسويقية ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 18 مليون أورو في ظرف وجيز. ويأتي المنتخب النيجيري في المركز الثاني من حيث القيمة التسويقية، حيث تقدر ب 333 مليون أورو بفارق 28 مليون أورو عن المغرب، رغم امتلاكه لأغلى لاعب إفريقي حاليا فيكتور أوسيمين 75 مليون أورو. واحتل منتخب الكوت ديفوار حامل اللقب القاري في المركز الثالث بقيمة 261 مليون أورو، يليه منتخب السنغال في المركز الرابع بقيمة 231 مليون أورو. ويبقى في جديد آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث أن المنتخب المغربي تراجع في تصنيف الفيفا رغم انتصاراته العريضة أمام الغابون ولوسوتو. تراجع المنتخب المغربي مركزا في التصنيف الشهري المؤقت للفيفا قبل نهاية نافذة شهر نوفمبر الحالي، حيث هبط من المركز 13 إلى المركز 14، على الرغم من أن الفوز الكبير الذي حققه على المنتخب الغابون 5-1 ولوسوتو 7-0 في المباريات الأخيرة ضمن تصفيات إفريقيا. وأكسبت هذه الانتصارات العريضة أسود الأطلس 6.60 نقاط فقط، على اعتبار أنها جاءت أمام منتخبات متأخرة في التصنيف. بالمقابل صعد المنتخب الأوروغوياني مركزين ليصبح في المركز 12 محققا 13.55 نقطة بعد فوزه على منتخب كولومبيا العنيد ب3-2 في تصفيات كأس العالم. ويترقب المنتخب المغربي مباراة الأوروغواي الليلة ضد البرازيل، حيث ستكون لها تأثير كبير في تصنيف المنتخبين، ففي حال فوز الأوروغواي أو تعادلها قد يضيف زملاء فيديريكو فالفيردي نقاطا إضافية، بينما في حالة الخسارة قد يفقدون نقاطا ويتراجعون في الترتيب. ويواصل المنتخب المغربي صراعه للحفاظ على موقعه المتقدم في التصنيف العالمي للفيفا، حيث يرى المتابعون أن هذه الفرصة تتيح له تحسين أدائه وتعزيز ترتيبه، مما سيساهم بشكل كبير في تحديد موقعه في قرعة كأس العالم أو كأس إفريقيا. يعتبر حكم زياش اللاعب الدولي المغربي الذي يعيش فترة مليئة بالترقب مع اقتراب فترة الانتقال الشتوية. التقارير الأخيرة تشير إلى احتمالية انتقاله من غلطاسراي التركي إلى النادي العربي القطري. هذه الأخبار تأتي وسط توتر العلاقة بين اللاعب وإدارة النادي التركي، خاصة بعد استبعاد زياش من التشكيلة الأساسية وحذفه لجميع صوره مع غلطاسراي على وسائل التواصل الاجتماعي. الإصابة التي تعرض لها زياش في وقت سابق أثرت على مسيرته في غلطاسراي وابعدته عن أدائه المعتاد. إضافة إلى ذلك، يبدو أن المدرب يفضل خيارات أخرى في تشكيلته الأساسية، مما جعل اللاعب يبحث عن تجربة جديدة تعيد له التألق والمشاركة المنتظمة في المباريات. النادي العربي القطري يرى في زياش فرصة ذهبية لتعزيز صفوفه في دوري نجوم قطر. النادي أبدى اهتماما كبيرا باللاعب، ويقال أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين. المدرب العربي خالد ألماس عبر عن ثقته في أن زياش سيكون إضافة نوعية تعزز قوة الفريق وتعطيه دفعة جديدة. إحصائيات زياش مع غلطاسراي تظهر موهبته، حيث خوض 27 ديال المباراة سجل فيها 8 الأهداف وقدم 4 ديال التمريرات حاسمة، لكن الفترة الأخيرة لم تكن الأفضل له مع النادي، مما جعل الانتقال إلى العربي القطري فرصة مثالية لاستعادة المستوى ديالو وتقديم أفضل ما لديه. انتقال زياش إلى قطر سيكون خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية، وربما يكون خطوة تمهيدية لاستعادة ثقته واستمرارية اللاعب. الدوري القطري يقدم فرصة للاعبين مثل زياش للتألق في بيئة تنافسية مع استمرارية المشاركة في المباريات. في النهاية، انتقال زياش المحتمل يثير حماس مشجعي العربي القطري، بينما يترقب عشاق اللاعب رؤية ما سيقدمه في محطته المقبلة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن زياش من العودة إلى مستواه المعهود وإثبات جدارته كلاعب دولي من الطراز الرافع؟ نادي فنربخشة التركي يسعى جاهدا لتعزيز خط هجومه تحسبا لخروج مهاجم مغربي يوسف النصيري في فترة الانتقال الشتوية القادمة،
ووفقا لصحيفة فانتايك التركية فإن النادي وضع نصب عينيه اثنين من المهاجمين البارزين لتعويض نصيري الذي يبدو أن انتقاله إلى نادي النصر السعودي قد يصبح وشيكا بعد أن أبدى الفريق السعودي اهتماما كبيرا باللاعب. وتتحدث تقارير عن أن فنربخشة قد يكون مستعدا للموافقة على بيع عقد نصيري، خصوصا في ظل الرغبة القوية من النصر السعودي في التعاقد معه مقابل مبلغ مالي كبير. في هذا السياق يبرز اسم الكندي جوناثان ديفيد مهاجم نادي ليل الفرنسي كأبرز الخيارات المتاحة لتعويض نصيري. يتمتع ديفيد بقدرة تهديفية عالية وأداء مميز في الدوري الفرنسي، مما يجعله هدفا مناسبا لفنربخشة. بالإضافة إلى ديفيد يبدو أن المهاجم الصربي ألكسندر متروفيتش لاعب الهلال السعودي يعد خيارا آخر على رادار النادي التركي. متروفيتش الذي قدم أداء رائعا مع ناديه السعودي قد يكون البديل المثالي في حال مغادرة النصيري. يعرف متروفيتش بقوته البدنية وقدرته على التسجيل في مختلف الفرص، ما يجعله خيارا قويا لتعزيز صفوف فنربخشة. يبحث فنربخشة عن لاعب يمكنه تقديم إضافات قوية في الهجوم، خاصة مع الاستعدادات لمنافسة الدوري التركي ودوريات أخرى. إذا ما تمت الصفقة فإن ذلك سيساهم في تعزيز قوة الفريق في المرحلة المقبلة. ويذكر أن فنربخشة قد اتخذ خطوات فعلية في المفاوضات مع هذه الأسماء، ولكن الأمور لم تحسم بعد. وبينما تبقى هذه الاحتمالات مجرد تكهنات حتى الآن، يبدو أن النادي التركي يعمل على تأمين بديل سريع في حال مغادرة النصيري في الميركاتو الشتوي. المفاوضات قد تأخذ وقتا طويلا، لكن فنربخشة لن يتردد في تعزيز خطه الأمامي. إذ تم التعاقد مع أي من اللاعبين المذكورين سيكون هذا بمثابة إضافة هامة للفريق في سياق سعيه للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية. أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بالنجاح المستمر الذي تحققه المملكة المغربية في استضافة الأحداث الكروية الكبرى. واعتبر الاتحاد أن تنظيم كأس إفريقيا لعام 2025 سيكون فرصة وحيدة لوضع معايير جديدة لتنظيم على مستوى القارة، نظرا لما تتمتع به المملكة من إمكانيات مميزة وخبرة طويلة في هذا المجال. وجاء في التقرير المنشور على الموقع الرسمي للكاف أن اختيار المغرب كدولة مستضيفة لكأس إفريقيا 2025 لم يكن مفاجئا. وأشار التقرير إلى أن المغرب أثبت جدارته في تنظيم أحداث كروية كبرى على المستوى الدولي، مما عزز مكانته كوجهة رياضية رائدة في إفريقيا والعالم. وأكد التقرير أن المغرب سبق وأن نظم العديد من البطولات الدولية الناجحة مثل بطولة الشان سنة 2018 وكأس إفريقيا للسيدات سنة 2022، بالإضافة إلى تنظيم كأس العالم للأندية سنة 2023. وأبرز التقرير أن هذه النجاحات تعكس قدرة المغرب على إدارة واستضافة البطولات الكبرى بمستوى عالي من الاحترافية. وأشار الاتحاد إلى أن تجربة المغرب في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى إلى جانب الشغف الكبير بكرة القدم لدى المغاربة والبنية التحتية الحديثة التي تمتلكها المملكة تجعلها مرشحة لتقديم نسخة استثنائية من كأس إفريقيا. وشدد التقرير على أن هذه النسخة المرتقبة من البطولة ستكون من بين الأكثر تميزا في تاريخ المنافسة القارية، بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمثل أحد أبرز نقاط قوة المغرب والجمهور المتحمس الذي يضفي حماسا خاصا على كل حدث رياضي ينظم في المملكة. واختتم الكاف تقريره بالإشادة بقدرة المغرب على رفع معايير التنظيم إلى مستوى جيد، وأكد أن المملكة على أتم الاستعداد لتقديم نسخة مبهرة من كأس إفريقيا لعام 2025 تضاف إلى سجلها الحافل في استضافة الأحداث الكروية الناجحة.